لو انت بوظت اليوم بتاعك في الدايت في عزومة او فرح او عيد ميلاد تتصرف ازاي؟ الصيام المتقطع مش هو الحل، مش هو الحباية السحرية اللي هتخسسك. الصيام المتقطع لا يعتمد عليه في التخسيس كالمصدر الاول. الحاجة الاهم والاعظم في عالم التخسيس هو الكالوري ديفيسيت، يعني ان انت تعمل عجز سعرات حرارية. بشوف معظم الناس او ناس معايا من الكلاينتس بتبدأ تعمل صيام متقطع لو عكت في يوم او بوظت الدايت بتاعها في يوم، وده مش صح لان الصيام المتقطع مش هيخليك تعوض اللي انت عكيته. لا، الصيام المتقطع هو بيخليك ان انت تحاول تقلل عدد الوجبات اللي انت هتاكلها في اليوم، وبيقلل معايا نسبة الانسولين، وممكن جسمك بيحرق في فترة الصيام. لكن اول ما بتبدأ تاكل الموضوع بيكون زي ما هو. هقول لك اول حاجة انت هتعمل تاني يوم بالظبط لو كارب او كارب قليل. هتحاول تقلل الكارب بتاعك والدهون، وتحاول تهتم بالبروتين زي مثلا بياض البيض او بيض كامل، زي الجبنة القريش، زي صدور الفراخ. تبدأ تزود شدة التمرين بتاعك، ولازم تتمرن تاني يوم. هتخلي الكارديو بتاعك مثلا عبارة انك تمشي الصبح تاني يوم حوالي ساعة، وتخلي التمرين بتاعك بعد 6 ساعات من الكارديو. النصيحة المهمة جدا ان انت لو بوظت يوم ده مش نهاية الكون، او ان انت شخص فاشل او مش عارف تتصرف. لكن عايز اقول لك ان الشخص فعلا اللي بيتحط في تحديات زي العزومات او الكلام ده كله وبيرجع تاني يوم يمشي من الاول تاني ويعوض اللي بوظه، فهو ده الشخص الناجح اللي هيوصل. لكن الشخص اللي دايما بيقعد يلوم نفسه ويسيب الندم ياكله، هو ده مش الشخص اللي هيقدر يوصل للنجاح بتاعه. فعلشان تبقى ناجح لازم تستمر، والاستمرار هو الحل للنجاح اي حاجه، سواء بتدور على خساره الوزن او زياده العضلات. فانسى اللي فات واغفر لهفواتك، وابدا التزم اكتر الاسبوع اللي بعده والاسبوع اللي بعده، وخلي بينك وبين الفري 10 ل 15 يوم عشان تقدر تلاقي نتائج ملحوظه، لان دايما بقول ان النتائج هي احسن تحفيز ليك.